شلونكم اغاتي؟ اليوم جبت لكم فيلم المخرج تعبان بيه وحتى ظهره مكسور. شنو دا يسوي فيلم هذا لو دا يشتغل عماله؟ المهم شي على شي فيلم الا يرعط رعاط. ويبدأ الفيلم بسنة 2073 ونشوف الناس كثرانة وأعدادهم صايرة بقد النمل، والتضخم السكاني كبر وزاد عن حده. لهالسبب قاموا يضاعفون كميات المي والكهرباء اللي كانوا يستخدموها ل4 أضعاف، والوقود هم ضاعفوه ما ادري كم ضعف. بس كل هالحلول ما جابت نتيجة، كانت الأعداد يوم بعد يوم تزيد أكثر وأكثر، والإحصائيات تقول كل 4 أيام ينولد 1,000,000 شخص. الخبراء توقعوا بنهاية السنة رح يوصل عدد السكان ل10 مليار، وهاي أكبر أزمة يواجهوها بتاريخ البشرية. ومن وراء هاي الأعداد الضخمة أغلب البحيرات جفت وصار صحاري قاحلة، الزرع خلاص والأتربة انتشرت ونقص التغذية بكل مكان، ومن الجوع الناس مجطلة بالشارع. يبدون العلماء يدورون على حلول، فقاموا يزرعون ويعدلون عليها جينيا حتى يوفرون أغذية أكثر ويقللون من هاي الأزمة. بس جابت لهم مشاكل وداخت راس وسوت للبشر طفرات جينية، فلهالسبب تركوا هذا الحل العاوي. كل هالحكي والأعداد مستمرة، ناس تخلف والعشا خباز، ما أدري شاكوش عندهم. إيش بيكم ما تقولوا لي متوازين رحمة لأهلكم. المهم بهاللحظة نشوف الناشطة السياسية وعالمة حفظ الأحياء الدكتورة نيكولا كايمن لام المسؤولين باجتماع طارئ وتقول لهم ترى مو حكي هذا، إيش بيكم رحمة لأمكم، انشلبتوا على الخلفة، كل واحد مخلف ل6 و7، ايش عندنا؟ تلحقون على الدوخة وجيب حليب وودي حفاضات، احنا لازم نفرض على الكل يخلفون شخص واحد من كل عائلة حتى التعداد السكاني يقل ويحافظ على استقراره. فعلا الدولة تفعل هالقانون، والدكتورة نيكولا كايمن سوت لها شركة خاصة اسمها كريو بنك، وبهالشركة يطبق بها القانون، وإذا لفوا أكثر من واحد بالعائلة يجمدوه بآلة التجميد لحد ما الله يفرجها، يعني حتى ما يصرف أكل ووقود ومن هالدوخة. الدولة تفعل نظام شريط تعريف لكل شخص حتى الكل يطبق عليها القانون. الصحافة تقول هذا مو حل، بس اللي نسويه رح يوفر لنا وقت، عد لما نحل هاي الأزمة نرجع نفك التجميد من جديد. وكل هذا يا صديق المشاهد الصاك والجميل كان مقدم الفيلم اسمه ماذا حدث بيوم الاثنين. يبدأ الفيلم ونشوف واحد اسمه سيتمان، الدكتور يقول له مبروك بنتك خلفت 7 توائم بنات وماتت. سيتمان ينقهر على بنته وبنفس الوقت يحسب 1000 حساب لهذن التوائم، ويوصي الدكتور انه يخلي الموضوع سري، ويقرر يسمي حفيداته على ايام الاسبوع ويدور له على فتحيله يختلهم من عيون الناس. وتمر 30 سنة خلصوها بالتختلوا الكلاوات، ونشوف يوم الأحد كبرانة وصايرة بقد الهايشة، وتكون لازم سرها حالها حال العبرية على مود تحدد هويتها، بس بشكل رسمي هويتها تقرب اسم كارين سيتمان، وهي الوحيدة للعائلة. يعرضون فيديوهات توعوية لبنية جاية بشكل مو قانوني وهم مجمديها، هي وجهها يصافر من الخوف. تقدر تدخل بشكل رسمي وتشوف لافتات مكتوبة انه كل ما قل عدد السكان كل ما كان العالم بخير وسلامة. بطريقة تشوف العوائل المخلفة أكثر من واحد، والحكومة تاخذهم غصبا عنهم ويودوهم للتجميد. تروح الواحد يبيع جرذية على الفحم تشتري منه واحد يفحصها ويعرف بها الوحيدة للعائلة، يلا يبيع لها. الله يطيح حظكم، هو جريدي ايش ماخذين من عندكم. المهم تكمل طريقها وتصعد شقتها، ومسؤول الشقه يقول لها صخام ما صخمج، البارحه مو كنتي مكثره بالشرب، اشو هسه كل عرج ما بي جايتني مثل الحصان. هي تبتسم وتكمل طريقها للشقه وتصعد بالمصعد، ومن خلال بصمه عينها تقدر تدخل شقتها. تدخل جوا تبدي تشيل بالمكياج وهي لابخه وجهها لابخ وكيل وين مكياج حاطه. المهم لما تكمل تحضر الاكل لخواتها، تشوف اختها اللي كان عليها الدور البارحه تقول لها الله يسخم وجهك، وليش ليش مكثره بالشرب البارحه، وليش مريض اغلاط لا تسببين لنا مشكله. يوم الاحد تحكي الخوات عن الاحداث اللي صارت وياها، وتقول لهم احنا هنا كنا بشخصيه واحده اللي هي كارين سيتمان، باكر الترقيه مالتها بالوظيفه، شدوا حيلكم لازم نتناوب بالادوار، ما اريد يصير اي خطا. نرجع لورا ونشوف جدهم سيتمان يقول لهم بناتي سمعن لكل الزين، انتم كل ما تكونون سوا كل ما تكونون اقوى. يخليهن يحل المساله على ورقه على مود يشوف المهاره اللي تجمعهن، ويسويهن غرفه سريه بداخل الشقه حتى ما حد يعرف بقصتهن. يبدي يدربهن شلون يختلن بسرعه اذا احد دخل لهم فجاه، يلمهن كلهن ويقول لهم باكر يوم كلش مهم، باكر حتبلش المدرسة واريدكم كل واحدة تداوم على اسمها، يعني حسب ايام الاسبوع، الاحد تطلع بيوم الاحد والثنين تطلع بيوم الاثنين، وهكذا لازم تكونون مشابهين بكل شيء حتى ما ننفضح. اما هنا بداخل الشقة اذا تريدون ابقوا على طبيعتكم ما عندي مشكلة، تريدون ترقصون تصخمون شو تسوون سووا، بس برا انا على والدها اللي تتصرف بكيفها. كلكم راح تكونون بهوية واحدة اللي اسمها كارين سيتمان على اسم امك، ممنوع اي احد يطلع برا بيوم مو يومه، حتى ما تصير شخصيتين برا وننفضح. خرب هيك عيشه جايفه، ايش هالحرب النفسيه هاي؟ لا رايح مسلمهن للدوله ولا هالطيحان الحظ. المهم يبدي يعلمهن انه ما يثقن باحد ويقول له بهالسر، يسوي لهن سوار تعريف لكل وحده منهن بنفس الشخصيه، ويقول اليوم الخميس باكر خميس حضري نفسك. فعلا ثاني يوم ياخذها للمدرسه وتشوف هوسه الناس عبالك بسوق الغزل، وهي تبقى مستغربه، تلبس سوار التعريفي وتمشي الامور تمام. ولما يوصلون باب المدرسه يقول لها مو توصيها انت كارين سيتمان الوحيده للعائله. وبالليل يجمعهن كلهن يقول لهن اجتماع نهايه اليوم اهم اجتماع بالنسبه
بالنسبة لنا، لأنه بهذا الاجتماع لازم كل شيء نسمع عن التفاصيل اللي صارت حتى ما تصير أخطاء، يعرض لهم التسجيل اللي صار حتى ما حد يغلط بتفاصيل اليوم، ولما نرجع للحاضر نشوفهم على نفس الحطة حتى اللي يصير سراها متى تخربط عليها الأحداث. يوم الخميس تقول لهم وش هاللعبان النفس هذا، ترى طقت أرواحنا، صار لنا 30 سنة على هالحطة، خلينا نسلم نفسنا وخرب هيك عيشة جايفة، عندنا أحلام وطموحات ما نقدر نسويها لأنه لازم نكون بشخصية كارين سيتمان. يوم الثانية تقول لها دمشي لك أنت أقوى طموح عندك تنامين، وكانت يوم الخميس أكثر وحدة كارهة الوضعية. وتتذكر لما كان الدور على يوم الثلاثاء وهي يومها يتأخر فالضوج وتطلع من الشباك، ترجع لهم يوم الثلاثاء وتكون يوم الخميس لسه ما رجعت. جدهم يقول لهم هاي بنت النعال ما شفتوها وين ولت، شلون تطلع بيوم مو يومها. بهاللحظة تندق الباب وكلهم يختلون، هو يروح ركض يطلع المسدس، يفتح الباب ويلقاها هي، يعرف بها واقعة لما كانت تلعب واصبعها طاير، يلم البنات كلهن يقول لهن يلا حبيباتي جيبن ايدجن، يحمل قامة يعقمها بالنار ويقرر يقص اصابعهن كلهن حتى ما يكون اي خلاف بينهن، يخلي يوم الاثنين اول وحدة لان هي اشرس وحدة بيهن حتى تكون قدوة لخواتها. يوم الخميس تبقى تتذكر انه هي كانت بسبب هاي الدقة الناقصة، ولما يصير الدور على يوم الاثنين تكون مريضة. ويا عزيزي المشاهد الجميل واللي يشك شكتين اريدك تركز كل الزين بالاحداث لانه بيها ربط بالنهاية. المهم بدت تتمكيج وتلبق بنفسها حتى تطلع شخصية وحدة اللي هي كارين سيتمان، ولما تكمل تنزل تسلم على مسؤول المكان وتنزل للشارع، يحللون سوارها وتمشي الامور طبيعية وما حد يشك بشيء. ابو التفتيش يقول لها اكره يوم الاثنين لان الشغل يتعب وتجينا هالشكول الزفرة، تبتسم له ابتسامة باردة وتعوفه وتولي تفوت للشركة، ولما تدخل المصعد يدخل وياها منافسها اللي يكون اسمه جيري، يقول لها خلينا نشوف من اليوم راح يترقى، اني لو انتي سخام الصخامة شنو انتي مسرع ما تقولي لي، لا تتعبين لا تتمرضين يوميا مداومة مثل الرجل الآلي. ولما تنزل يقول لها دير بالك ترى مراقبة كان كل الزين. يوم الاثنين تقوم تخاف وتحسب ألف حساب الكلامة، تتأخر على البيت وخواتها يضل بالهم عليها وتوقعوا اللزمت. بسوار التعريف بتحديد موقع يبحثون عليها من خلاله بس يطلع مغلق، ويبقى كل من يحلل بكيفه، ويقولون اخاف ماتت لازم ندور عليها. اذا طلعت ميتة والشرطة لقت جثتها قبلنا فمعناتها انشطبت هوية كارين سيتمان ومعناها احنا كنا متنا. يصير ثاني يوم الصبح والبلوة هاي بعدها ما جاية، فيصير الدور على يوم الثلاثاء، تبدل وتسوي نفس مكياجها ويلبسوها نفس الباروكة. يوم الثلاثاء تقول اليوم الخميس ابد ما مرتاحة لهالوضع، تتذكرين لما كنا صغار كان يومي وانت طلعتي كنا اصابعنا راحت من وراك. يدزن يوم الثلاثاء ويقول لها غلسة على الوضع، تعاملي بشكل طبيعي وكأنه كل شيء ما صاير. فعلا يوم الثلاثاء تنزل ومسؤول المكان يقول لها منين طبيتي منين طلعتي، اشو ما شفتش رجعتي البارحة، تثاولها عالية وتبتسم وتطلع. الحراس يفتشوها بس تمشي الامور وتعدي على خير، وهي بالطريق تفعل نشاط التتبع لخواتها حتى يقدرن يسمعن كل شيء سمعه ويحكن وياها. يوم الثلاثاء تدخل المكتب الشركة وخواتها يتواصلن وياها ويقول لها ولشي لغمة عرفي اي دليل، خلينا نشوف هاي العوبة يوم الاثنين وين ولت. فعلا تبوق لسان الموظفة تقول لها عذريني اني دايخة، قولي لي البارحة الصبح وين رحت، تقول لها ترقيتي ورحتي تحتفلين بنفس النادي اللي كل مرة تروحي له. يوم الثلاثاء تبقى مصدومة وتفتهم انه هاي يوم الاثنين تليص بكيفها. يوم الثلاثاء وهي تطلع تشوف جير مراقبها وابد ما شال عينه عليها، توصل النادي وتقول للمضيفة البارحة كنت دايخة فهمين البارحة انا وين رحت، تقول لها البارحة تعاركت ويا جيري وطلعتي ضايجة منه، تحكي لخواتها وتفهمهم بالسالفة ويتفقن انه لازم يلقى يوم الاثنين قبل لا ينكشفن. وهي تمشي على حب الله وفجأة تلقى سيارة الشرطة بوجهها، يقولوا لها تعالي صعدي ويانا. فعلا يصعدوها غصبا عليها ويسدون التتبع، وخواتها يفقدن الاتصال وياها، قلبهن يصير بمصارينهن من الخوف ويعرفن بالشغلة علاسة. ياخذون يوم الثلاثاء من اداناتها مثل الطلي ويطببوها بغرفة داخل الشركة الخاصة بالتجميد، وفجأة تلتقي بالدكتورة نيكولات كايمن وترحب بيها، تقول لها والله عافية عليكم قدرتوا تخدعونا كل هالسنوات، جدكم سيتمان فد واحد غبي ما فكر انه راح يجي يوم ونكشف هاي سوالفكم التعبانة، انتم 7 خوات توائم وجدكم سيتمان هو اللي رباكم. ادب سيزية كل هالفترة كنتوا ماخذين الاكل والزقنبوت من حلوق الناس القانونية وكنتوا تسمموها. يوم الثلاثاء تنصدم وبس تحاول تثول الموضوع وتبرر موقفها. جو ينطيها الجهاز يقول لها لزمنا 2 بعد لنا 5. الزبون يوم الثلاثاء يريدون يعتقلوها وتقول لهم اغركم تقرق بالفلوس بس عوفوني اولي وخرب صفحتي بعد اذا طلعت برا، حتى زقنبوت ما اكل بس خلوني برا الرحمه لوالديكم. تقول لها ايه سالفيها للدبه. يتغلفن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وبهالحال يبقى بس 5 خوات وجايين السرع. البنات هنا يملن من الانتظار وما يعرفن ايش صار بخواتن وكل من ينطق تراح بكيفه. وبهاللحظه وبدون مقدمات يشوفون قوات الخاصه جايه عليهم للشقه، يطبون ويعلسون
يحبسون مسؤول المكان ويكومون مكانه. يوصلون باب الشقة ويطلع جو قالع عين يوم الثلاثاء ويفتح الباب بيها. يصير نفير عام والبنات كلهن يختلن بالغرفة السرية، وهذول يتسللون جوا بكل هدوء. قائدهم رأسا يدوس على دقمة الباب السرية بدون ما يدور عليها وكأنه يندلها. يصيرون بوجههم ويقول لهم فحطونا الله يطيح حظكن، طلعن بسرعة لان على الوالديكن. يطلعن وحدة وحدة ويقول لهم انتن 4 الخامسة وينها؟ فجأة تطلع يوم الخميس ورا تبدا وتوقع. يتلاطشون وياهم داخل الشقة والصير يرقع جدوره وواحد يرقع بالثاني، ولأنه البنات متدربين وهم صغار قدروا يدافعون عن نفسهم. يوم الخميس تتلوى ويا واحد وقدرت تعلسه. الخواتي قدرن يحس من الصراع ويعلسوهم كلهم، بس يتفاجئون بيوم الأحد مضروبة طلقات ببطنها ودا تودع وهي بالأنفاس الأخيرة. يوم الخميس تقول لها كنا على هالدرب يا حبيبي، تقول لهم عافية ما اريد اموت، بعدني ما شفت شي من شبابي. فعلا يوم الأحد تودع ويظلن الخوات بحالة الصدمة، ويبقى بس 4 خوات على الساحة. نيكولا تشوف الأطفال اللي حابسيهم وتقول بهالقرار رح نرجع العالم للوضع الطبيعي، ألا أجلدهم جلدها البشرية. جو يقول لهم وش جلدي منهم، هم طايح حظهم. ويقول لها لحد الآن ما بين أي أحد من قواتنا الخاصة اللي راحن على البنات. تقول له إحنا لازم نستر علينا نفسنا ونعلسهم بالسر، إذا انفضحنا بعد كل قائم ما تقوم منا وبعد ما حد يحترمنا، سمعتنا رح تخرب إذا عرفوا أكو خروقات صايرة بهالنظام. وتقول لها سعوف البنات وبلش بجيري لا يروح يطلع يعرف بسالفتن ويفضحنا. يوم السبت تلقى بجيب القائد عيون أختها اللي فتحوا بيها الباب، خرب غيرت هذا مسويها سويتش حاطها بجيبه. المهم يحللوها بالحاسبة ويعرفون بيها عين يوم الثلاثاء، ويقومن يخافن لأن حمت الحديدة، ويبقى بين حانة ومانة. لا هن اللي يقدرن يطلعن برا لأنه الحراسة مشددة، ولا يقدرن يبقى بالبيت لأنه يندلون مكانهم. يوم الخميس تقول لهم هاي القوات الخاصة عملها شخصي، هاي اكو واحد دازهم علينا حتى يعلسونه، هذا مو شغل حكومة لأنه لحد الآن ما حد حاصر بيتنا. وباليوم اللي بعده يجي الدور على يوم الأربعاء، وترجع حليمة لعادتها القديمة ولا يتوبن، هم تقعد قدام المراية وتحدد ملامح وجهها. تجيها اختها تخليها جهاز تتبع ملابسها حتى يسمعن ويشوفن كل شيء. يوم الخميس تقول لها روحي البيت جيري، بوقي لسانه خلينا نشوف ايش يعرف عنه، وينطوها مسدس تحمي نفسها. فعلا يوم الأربعاء تطلع وتدخل بين الناس بزيها الجديد لحد ما توصل بيت جيري. البنات يكونن شايفات كل شيء لأنه حاطين كاميرا بملابسها. جيري يدخلها جوا وتضم المسدس بظهرها، ويوم الأربعاء تحاول تاخذ منه أي معلومة. جيري يقول لها تنازلي عن الترقية وما قول لأي أحد عن سرك. ترفع المسدس عليه تقول لا تستفزني لا أطشر راسك، ترى روحي صايرة بخشمي، من ايش وقت انت تعرف بهالسر؟ ومن كلامه يوم الأربعاء تفتهم انه ما يعرف عندها خوات، وانما شاف عقد سري مكتوب بينها وبين الدكتورة نيكولات، وهذا العقد يثبت انه كارين سيتمن حاولت فلوس للدكتورة نيكولات بالسر. ويقول لها لا تخافين عندي نسخة لهالعقد بالحاسبة. واثناء ما تسولف وياه تجي طلقة قناص وتكوم مكانه. خواتها يبقى صافنات مثل الأطرش بالزفة. تلحق تقتل ورا القنفة، وهذا النغل يشد وياها يريد يعلسها. تروح بسرعة لحاسبته وتنقل كل المعلومات اللي تخص هذا العقد لسوارها، تقفل كل الشبابيك حتى تلحق تطفر. بس جو يكون جايب الفرقة العسكرية كلها عبالك ما ادري شكو حتى يقتحمون المكان. ويوم الجمعة الذكية مالتهم من خلال الحاسبة تساعد يوم الأربعاء وتدليها من تطلع. الفرقة تدفر الباب وتدخل للشقة، ويوم الأربعاء تختل بالحمام. وأول ما واحد منهم يدخل للحمام تهجم عليه وتخنقه. جماعته يسمعون صوتهم ماطل وكلهم يتجهون للحمام. تاخذ سلاحه وكان يشتغل على بصمته، فلهالسبب تقص اصبعه وتلف على اصبعها المقصوص وتلفه بالبلاستر. واول ما يدخلون تطلع تنتظرهم وتصليهم صلي. تطلع لقائد الفصيل مالتهم وتكمل عليه ويوقع من فوق قدام جو، واللي يؤمر باقي الفريق يدخل لها جوا. يوم الجمعة تقول لها اكو حاوية جوا نزلي عليها. ويوم الأربعاء تحول الخوات المعلومات لتخص العقد اللي حصلتها من جيري، وتقمز من فوق على الحاوية بس تطلع فارغة وتتكسر عظامها. يقولوا لها ولش طفري جوش العلاسة، تطفر منهم ويبقون ملاحقيها من مكان لمكان، والشعب يساعدها لأنه ما حد كان راضي بهذا القانون العاوي. جو يركب سيارته ويلحقها بس يسوي حادث وينجرح، بس السليمة يرجع يلحقها من جديد. تدخل بنص الهوسة وهذول هم يلحقوها وما يعوفوها بحالها. يوم الجمعة توجهها على الطريق وتدخلها بمصنع، وهي تريد تصعدها للسطح حتى ترجعها للشقة. بس فجأة يدق بابهم حارس الأمن الخاص بشركة كريوبانك، واللي كان دائما يفتشهم. يطلبون من يوم الأربعاء تدبر أمورها بين ما يشوفن هذا سليمة شيري. ينطون هالمهمة اليوم السبت وتفتح له الباب. وحارس الأمن اللي يكون اسمه أدريان يقول لها هاي شنو لك وين مختفية؟ ضل بالي عليك، شكا عليك، أمورش طيبة وصابغة شعرك وطالعة صاكة. تستغرب من كلامه لأن بايع ميانة وياها، وتقول لها عجبك بالمفاجآت. تدخله جوا وترجع بسرعه لخواتها، تقول لهم هاي يعوا بعد علاقه بهذا، وما حد كان عنده علاقه بيه، بس كانوا مجرد يشوفوه بالشارع يفتشهم. يوم الخميس تقول لها روحوا وياه وافتهمي منه منو اللي بينا عندها علاقه وياه. يوم الجمعه تنطيها شريحه تخليها بسوارها، وتقول لها لما القعدين يمه قربي سوارك على سواره حتى اقدر اسلل لشركه كريوبانك واشوف كل معلوماتهم السريه. فعلا يوم السبت تطلع ويا ادريان، ويوم الخميس والجمعه يرجعون يتواصلون وياه يوم الاربعاء ويلقوها محصوره حصره الجلد، وهي منتظره واحد يدليها على درب الفلته. يدلوها على باب السطح
تنطرح ولازم تقمز قمزه مال قروده على مود تعبر للجهه الثانيه. يوم الخميس تقول لها كلهم صاروا وراك، ما عندك غير هذا المكان، لازم تقمزين من هنا. ترجع ورا واول ما تقمز يطلع لها جو وعلى الطاير يضربها طلقه. خرب عقلك انت جو لو اترو. المهم تبقى المسكينه مكلبه ويجيها جو يطيشر راسها. يوم الخميس والجمعه ينهارا لما يشوفوا ان اختهم ماتت قدامهم، يشيلون جثتها وجو يامرهم يودوها للتجميد. يوم الجمعه توصلها البيانات العقد اللي دزتها لها يوم الاربعاء، وتقرا التفاصيل يشوف مكتوب بالعقد انهم محولين مبلغ بملايين الدولارات، وهاي الفلوس راحت من حسابهم اللي باسم كارين سيتمان الى حساب الدكتوره نيكولات كايمن، وهاي الفلوس دعم الحملات الانتخابيه مقابل ترقيه بالوظيفه. والمفاجاه انه العقد واقف على توقيع اللي ما يعرفن اصلا منو اللي مسوي. يوم السبت وهي تفتر ببيت ادريان تشوف صوره لوحده من عندهن، وفعلا قدرت تقرب سوارها على سواره. يوم السبت مباشره قدرت تخترق النظام وتدخل لشركه كريو بانك، تقلب بالكاميرات مال الشركه وتشوف صوره لوحده من خواتها. يفرحن ويتوقعنها يوم الاثنين اللي اول وحده انخطفت بيهم. ادريان يقول اليوم السبت جهاله الغاليه، انا هواي دا اشتاق لك، لازم نلتقي بغير يوم، ما يصير نحصر لقاءاتنا كلها بيوم الاثنين. يوم السبت تنصدم وتعرف بيوم الاثنين هي اللي عندها علاقه وياه. ادريان يتوكل الطريقه، ويوم السبت تحكي لخواتها السالفه كلها. يوم الخميس تقول لهم راح نطلع يوم الاثنين، والا نفضح نيكولات ونطلع كل خياساتها. بس يكونون وصلوها جماعه جو ويطشرون راسها قدام خواتها. توصل قوات التدخل السريع شقتهم ويحاصروهم من كل مكان ويضربوهم قنابل دخانيه. يوم السبت تحاول تاخذ المعلومات اللي تثبت وجودهم، بس يوم الخميس تقول لها ما نلحق، امشي نفلت بريشاتنا. يفلشون الباب الطوارئ ويلحقون يطلعون من الباب الخلفيه، ينزلون من الدرج، واول ما تنزل يوم الجمعه ترفع الدرج وترجع للشقه. يوم الخميس تتخبر وتبقى تصيح على اختها، بس يوم الجمعه تصير ترجع حتى تلهي جو جماعته. على السريع ترجع للحاسبه وتنقل كل البيانات اللي تثبت وجودهم وتحولها لصور يوم الخميس، وتحول لها كل الاحداث اللي سجلوها واللي صارت وياهم واللي من ضمنها العقد. يوم الخميس تعجز عن تقنيعها، ويوم الجمعه تقول لها صار وقت الوداع يا اختي الكبيره. واول ما يطبون جو جماعته تفجر الشقه عليهم وبيكوا بالنقار. يوم الجمعه تموت وجو جماعته يصابون بجروح خفيفه. يوم الخميس تنقهر على اختها وتنهار من البكي. ادريان يوصل للشقه ويشوف جثه صديقته قدامه، يحاول يوصلها بس جماعته ما يخلوا، واول ما يصعد حتى يلحقهم تفاجئ يوم الخميس وتهدده. يبقى مصدوم ويقول لها قبل شويه كنت صابغه شعرك اصفر، شو بسرعه قصيتي؟ تقول له بطل سوالفك السخيفه، انت تعرفني كل الزين، لا تغشم نفسك. يقول لها وحق ربك اول مره اشوفك. وتفهم انه هم 7 خوات توم وواحده تشبه الاخ، وتقول له صديقتك يوم الاثنين محتجزيها بالشركه اللي يجمدوا بها التوائم، لازم نطلعها. ادريان ينصدم ويوافق يساعدها، فياخذ يوم الخميس على اساس هي جثه يوم الجمعه ويسلمها للشركه حتى يجمدوها بشكل سري عود باعتبار ماكو اي خروقات للقانون. يوم الخميس وهي بداخل الشركه تشوف الموظفين ماخذين طفله ومدخليها بآلة التجميل، تضربها ابره تنومها. ويوم الخميس بسوارها تصور كل شيء اللي يشوفه، بس فجاه الطفله جوا تصير تكه وتطلع الآلة عباره عن محرقه يحولون هاي الناس الفقراء الرماد. يوم الخميس تنصدم لما تعرف ان الدكتوره نيكولا تعلس الاطفال زياده بالسر. جو يفتح جنطه السياره ويشوف جماعه مربطين بداخلها، ويعرف بادريان دي يساعدهم. واول ما يريدون يحرقوها يوم الخميس تتفرها وتخليها بالمحرقه وتشغلها. يخلصون عليهم هي وادريان، وتبقى مصدومه ان الدكتوره نيكولا قدرت تضحك عليهم وحرقت كل هالناس البريئه اللي لا منها ولا عليها. ومن خلال الكاميرات اللي شافوهن لما اخترقوا الشركه قدروا يعرفون رقم غرفه اختهم يوم الاثنين، ولما يوصلون من عينها يعرفون بيها هاي يوم الثلاثاء، نفسها اللي قلعوا عينها وفتحوا بيها باب الشقه. يسالوها على يوم الاثنين اللي يشوفها مبدله وكاشخه وتتقابل الدكتوره نيكولات، وتقول لها ها شلونش بالقعده يمنا مرتاحه؟ لا. وتطلع يوم الاثنين الكلبه بنت الكلب بعد كل خواتها وسوت اتفاق ويا نيكولات، وهذا الاتفاق انه تدعم حملتها الانتخابيه للبرلمان مقابل تسلمها كل خواتها، وهي الوحيده اللي راح تبقى باسم كارين سيتمان وراح تعيش بالمجتمع بشكل رسمي وطبيعي. وتقول لها شلون راح نطيش منصب بشركه كريو بانك؟ يلوق لها الوجه، بس ديري بالك ترى عرفت اختك لسه عايشه. على مود اخاف ليش نيه تلعبين بذيل وتقلبين علي، اخليها هي اللي تنتقم منك. يوم الاثنين توقع عليها العقد وتوافق عليها وهي الممنونه. يوم الخميس تسلب اختها وتاخذ ملابسها وباروكتها وترجع شخصيه كارين سيتمان، وتقول لها راح اروح اعلس هاي الكلبه اللي باعتنا بفلس ونص. يوم الخميس تتفق وياهم ان يوصلون للكاميرات مال الشركه حتى يعرضون الفيديو اللي صورته وتفضحهم قدام الدنيا كلها. ادريان ويوم الثلاثاء يسوون خطه ويطبون المقر الكاميرات. الدكتوره نيكولا توصل المؤتمر والجمهور اللوقي يصفقوا لها. بهالاثناء جو يوصل مقر الكاميرات ويحاصرهم. يدخلون لمكان وادريان يتلقاهم ويحاول يلهيهم بين ما يوم الثلاثاء تكمل شغلها. وبهالاثناء يوم الاثنين تدخل للحمام وتتفاجئ تلقى يوم الخميس قدامها، تقول لها الله يطيح حظك يا عرمه، احنا ايش سوينا لك حتى هيك تسوين ويانا هالدقه؟ يوم الاثنين تصير عليها ام
وراها وترفع عليها المسدس وتقول لها اني دا اقيم العداله. يوم الخميس تقول لها انت عباج ذكيه وضحكتي علينا، تلهيها بالكلام وتتقرب عليها شوي شوي لحد ما تهجم عليها وتمطلها بداخل الحمام. وبعد ما طل قدرت يوم الخميس تفوز بالصراع وتاخذ المسدس وتعلسها، وتكون نيكولا تلم الحضور كلهم وتهنبل عليهم وتقول لهم تحملوا منا الكم سنه راح نخلص من هاي الازمه. بهاللحظه يوم الخميس تطلع بكل هدوء وتدخل المؤتمر الصحفي وتستمع لكلامها، ونشوفها نجحت بالانتخابات بعد ما جابت اصوات هوايه. بهالاثناء يوم الثلاثاء قدرت تدخل الكاميرات وتعرض لهم الفيديو قدام الحضور. الجمهور ينصدم ونيكولات يغمى عليها من الصدمه، تشوف قدامها يوم الخميس تنزل تخنقها. بهاللحظه تطلع يوم الاثنين بعدها عايشه، واول ما ترفع المسدس راسا جو يعلسها والناس تنثول من الطلقات. ويوم الاثنين تبقى تنزف وتتذكر كلام جدها لما بلش بيها اول وحده وقال لها اريدك تكونين قدوه لخواتك، وتقول اليوم الخميس وصيتي الك تعتنين باطفالي وما تخلي الدوله تاخذهم. يوم الخميس تنقهر على اختها وفعلا توعدها بهالشيء. بهالاثناء يوم الاثنين تموت وتشتعل صفحتها، والدوله تلغي هالقرار العاوي مال كل عائله لها طفل واحد. ونيكولات بالمؤتمر الصحفي تقول لهم هو هذا اللي يسوي زين؟ انتم مو مال عين واغاتي، مال واحد يلزمكم دق بالنعال على راسكم. يخلص المؤتمر ويلزمون نيكولات ويحكموها بالاعدام، ويطلعون كل الاطفال المسجونين جوا ويسدون الشركه فوق راسها. ونشوف اطفال يوم الاثنين حاطينهم بحوض لحد ما يكمل نموهم. يوم الثلاثاء تخلي لها عيون تلزيق وترجع بلاديه وتغير اسمها وتسمي اسمها تيري. صدق لو قال الشاعر انا الغنيت يا طياره تيري، جبن مالح ردت مو جبن تيري. المهم وتبقى يوم الخميس محتفظه باسم كارين سيتمان، ويبقى بس اختين من اصل 7 خوات عاشن وخلصن حياتهم بخير وسلامه. لهنا والله ويخلص الفيلم. الله ياخذك يوم الاثنين على هالدقه الناقصه، كرهت يوم الاثنين من وراك.